بيبدأ المسلسل سنة 1968 مع اتنين من علماء الأوبئة، وبيكونوا بيتكلموا عن احتمالية انتشار فيروس هيدمر البشرية. وبيقولوا إن الفيروس مش مميت، لكنه بيحول الإنسان لوحش، وده هيخلي الناس تاكل بعضها. وحتى بعد موت المصاب الفيروس بيمنع جثته إنها تتحلل. وبنروح لسنة 2003 وبنتعرف على سارة وأبوها جول، وبيكونوا قاعدين بيفطروا، وبيجي تومي أخو جول يفطر معاهم، وبيكون هو وجول شغالين مع بعض. وبعدها بتطلع سارة تجيب شنطتها علشان تروح المدرسة، وقبل ما تنزل بتدخل غرفة أبوها وبتسرق منه فلوس، وبتاخد الساعة بتاعته وبتنزل، وبتخرج بره وبتركب معاهم العربية علشان يوصلوها للمدرسة. وهناك سارة بتلاحظ إن زميلتها بتحرك إيديها بشكل مستمر وغريب. وفي نهاية اليوم سارة بتروح لمحل ساعات علشان تصلح الساعة بتاعت أبوها، والراجل بيكون بيصلحها لها. فبتيجي مراته وبتقول لسارة إنهم هيقفلوا وإنها لازم تروح بيتها بسرعة. وبتخرج سارة وبتلاقي الشوارع كلها فاضية، فبتروح لجيرانهم علشان تقعد معاهم لحد ما أبوها يرجع. وبنلاحظ إن في ست كبيرة قاعدة على كرسي متحرك، وبيجي لها حالة تشنجات فجأة، لكن سارة ما بتاخدش بالها منها. وقبل ما تخرج بتلاحظ إن الكلب بتاعهم باصص للست وما بيتحركش، فبتستغرب سارة وبتمشي. وبالليل بتكون قاعدة مع أبوها وبتديله الساعة وبتقوله إنها خدت الفلوس منه علشان تصلحها له. وفجأة بيتصل بيه أخوه تومي وبيقول له إنه في السجن وإنه لازم يروح له علشان يضمنه. فبيطلع ينيم سارة في سريرها وبيروح له. وبتعدي ساعات وسارة بتصحى على صوت طيارات بره، وبتنادي على أبوها لكنه بيكون لسه مرجعش. وبتشوف سارة الكلب بتاع جيرانهم بره، وبتحاول ترجعه البيت لكن الكلب بيرفض يرجع وبيجري منها في الشارع. فبتدخل سارة تطمن عليهم، وجوه بتلاقي آثار دم على الأرض. وبتتفاجئ بالست المسنة وهي بتاكل في العيلة كلها. وأول ما بتشوف سارة بتهجم عليها، لكن سارة بتجري منها وبتخرج بره. وأبوها بيكون وصل هو وتومي، وبيضربوا الست وبياخدوا سارة وبيمشوا بالعربية، وبيحاولوا يهربوا من المكان بسرعة. وتومي بيقول لهم إن كل شبكات الاتصال مقطوعة، وإن في فيروس خطير منتشر بين الناس وفي مصابين كتير في المدينة. وبيحاولوا يخرجوا من المدينة لكن بيلاقوا الطريق زحمة، وبيعرفوا إن الجيش قافل كل الطرق علشان محدش يخرج من المدينة. وجول بيمشيهم من طريق تاني هو عارفه، لكن الطريق ما بيكونش أمان زي ما هو متخيل. وبيلاقوا نفسهم وسط المصابين والفوضى مالية الشوارع، والناس كلها بتاكل في بعضها. وفجأة بتقع طيارة في المكان وبيحصل انفجار كبير، وعربيتهم بتتقلب بيهم، لكنهم بيفضلوا عايشين. ولما بيقوموا تومي بيطلب منه انه يهرب وهو هيحصله. فبيشيل بنته وبيمشي، لكنه بيلاقي مصابين كتير في طريقه وبياكلوا في الناس. وواحد منهم بيشوفه وبيجري وراه، وبيحاول جول يهرب منه، وبيدخل من بيته وبيعدي الناحية التانية. وعلى آخر لحظة الجندي بيقتل المصاب، وجول بيعرفوا انهم مش مصابين، لكن الجندي بياخد اوامر من القائد بتاعه ان يقتل اي حد يقابله، وبيضربهم بالرصاص. وقبل ما يقضي على جول بيجي تومي ويقتل الجندي، وبيجري جول على بنته اللي بتكون اتصابت وما بيقدرش يعمل لها حاجة، وبتموت بنته في حضنه. وبتعدي 20 سنة وبنشوف طفل صغير ماشي في مدينة بوسطن بعد ما اتحولت لخراب. والطفل بيقع فجأة وبيشوفوه اتنين من الشرطة، فبيروحوا ياخدوه بسرعة للحجر الصحي، وبيربطوه في كرسي وبيكشفوا عليه علشان يعرفوا هو مصاب ولا لأ. ولما بيعرفوا انه مصاب بيدوله حقنة وبيموتوه، وبيكونوا عاملين محرقة كبيرة علشان يحرقوا فيها جثث المصابين. وبيجي جول في عربية مليانة جثث، وبيكون من ضمنهم جثة الطفل اللي قتلوه، وبيشيلوا جول وبيرميه في النار. وبنعرف ان الشرطة فرضت حظر تجول في المدينة، واي حد بيخالف القوانين بيعدموه في ميدان عام. وده لان في جماعة اسمها فاير فلايز بتكون ضد الشرطة والجيش، وبيعتبروها جماعة إرهابية. وفي نفس الوقت بنشوف واحدة اسمها تيس مخطوفة، واللي خاطفها بيطلب منها ما تقولش لجول ان هو اللي عمل فيها كده. وبنعرف انه اخد منها فلوس علشان يبيع لها بطارية، وانه نصب عليها وباع البطارية لحد تاني ومش عايز يرجع لها فلوسها. وفجأة هما بيتكلموا بيحصل انفجار جنبهم، وبعدها بتقوم وبتخرج بره. فبتلاقي اشتباكات بين فاير فلايز وسلطة فيدرا، فبتسلم نفسها ليهم وبتقول لهم انها مش تبع فاير فلايز، وبيضربوها وبيقبضوا عليها. وبنروح لجول اللي بيسأل عن اخوه تومي، والراجل بيقوله ان الارسال مقطوع ومفيش اي رد وصلهم من تومي. وجول بيطلب منه يعرفوا المكان اللي فيه اخوه واللي فيه برج الارسال، لكن الراجل بيحذره لان الطريق خطر جدا وصعب يوصل لهناك. لكن الكلام ده بيقلق جول اكتر، فبيصمم انه يروح لاخوه، والراجل بيحدد له المكان على الخريطة. وبعدها بيرجع جول لبيته، وتيس بتكون معاه وبتحكي له اللي حصل، وبتقول ان روبرت باع البطارية لحد تاني، لكنها ما عرفتش باعها لمين بالظبط ولا تعرف هو فين دلوقتي. وجول طبعا بيتضايق جدا لانه محتاج يشغل العربية علشان يقدر يدور على اخوه تومي، وبيقرروا هما الاتنين انهم يدوروا على روبرت. ونروح بقى لجماعة الفاير فلايز،
وبنتعرف على مارلين، ودي قائدة المجموعة المسؤولة عن منطقة الحجر الصحي. وكيم بتسألها عن اللي بيحصل، فبتقول لها مارلين إنهم في حرب ضد الديكتاتورية العسكرية، وهيفضلوا يحاربوا لحد ما يرجعوا الديمقراطية والحرية. وبتعرفها إنهم هيسيبوا منطقة الحجر الصحي وهيروحوا مكان تاني، لأن معاهم بنت صغيرة ولازم يوصلوها لهناك. وواضح إن البنت دي وراها سر. وبتروح مارلين للبنت، وبنعرف إن اسمها إيلي، وإنها كانت في مدرسة عسكرية تبع فيدرا. والبنت بتقول لمارلين إنها ما اختارتش تكون هناك، وإن هما اللي ودوها وهي طفلة. لكن مارلين بتفاجئها وبتعرفها إن هي اللي ودتها لهناك، وده علشان تكون في أمان بعيد عن الحرب. وفي نفس الوقت تيس وجول بيكونوا عرفوا مكان روبرت، وبيكون في مكان محظور، لكن تيس بتكون عارفة المكان كويس. وبيروحوا هما الاتنين ومعاهم أسلحتهم، وبيعدوا من نفق تحت الأرض. وفي طريقهم تيس بتشوف جثة على الحيطة، وبتعرف جول إنها كانت هنا وما شافتهاش. فبيخافوا الاتنين لأن كده في احتمالية إن يكون في حد مصاب في المبنى. لكن بيكملوا طريقهم، وبيطلعوا على سلم صغير لحد ما بيوصلوا للباب، وبيلاقوا دم خارج من تحت الباب. ولما بيدخلوا بيشوفوا روبرت مقتول وجثث كتير على الأرض. وبيلاقوا البطارية لكنها بتكون بايظة، وبيسمعوا صوت حد قريب منهم. ولما بيقرب جول بتهجم عليه إيلي، لكن جول بيضربها وبيوقعها على الأرض. وبيتفاجئ بمارلين قدامه، وبيكونوا عارفين بعض. وبنعرف إنها كانت هتشتري البطارية من روبرت، ولما لقيتها بايظة رفضت تاخدها منه. فحصل اشتباكات بينهم وفريقها كله اتقتل. وكان المفروض إنهم يوصلوا إيلي لفريق تاني، لكن دلوقتي مش هيقدروا. وبتطلب من جول إنه ينفذ المهمة دي ويوصل إيلي، وهي هتوفر له كل اللي محتاجه، وهتديله العربية والأسلحة اللي محتاجها. فبيوافق جول، وتيس بتشرط عليها إنهم مش هيسلموهم البنت إلا لما يسلموهم العربية والأسلحة الأول، وأي حاجة غير كده هيقتلوا البنت. وبياخدوا البنت معاهم وبيمشوا، وبيروحوا البيت علشان يجهزوا نفسهم. وبنلاحظ إن الساعة اللي سارة صلحتها لجول لسه في إيده لحد دلوقتي، برغم إنه عدى عليها أكتر من 20 سنة. وبيجي الليل وبيتحركوا، والقوات بتكون منتشرة في الشوارع لأن ده بيكون وقت الحظر. فبيعدوا من نفق تحت الأرض، وبيخرجوا هما التلاتة، وبيمشوا جوه المواسير علشان محدش يشوفهم. وقبل ما يعدوا بيشوفهم واحد من فيدرا، وبيقول لهم إن الخروج من غير تصريح عقوبته الإعدام. وبيكشف عليهم هما التلاتة علشان يعرف مصابين ولا لأ، لكن إيلي بتضربه بسكينة في رجله. فبيهددهم بالسلاح، وجول بيحاول يهديه. وفي اللحظة دي وجول واقف قدامه بيفتكر الجندي اللي قتل بنته، فبيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه بكل عنف لحد ما بيموته. وبياخد سلاحه وبيعدوا هما التلاتة للمنطقة المحظورة. وهنا بينتهي ملخص الحلقة الأولى من المسلسل. بشكركم جدا على المشاهدة، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وصلى على النبي، وسلام.